السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم أحمد من قناة الدوي، وإن شاء الله بإذن الله الحلقة النهاردة مختلفة. النهاردة عاملين محشي كرنب مع فراخ مع صينية بطاطس. إن شاء الله بإذن الله يعني الحلقة تنول إعجابكم. عايز أقول لحضراتكم إن أنا يعني الأول بالنسبة لمحشي الكرنب ده، أنا ما كنتش بحب المحشي الكرنب ده خالص، ولما السيرة بتاعته كانت تيجي كنت أقفل، ما أحبش أسمع سيرته لحد ما ربنا كرمني واتجوزت، وفكرتي اتغيرت عن المحشي ده خالص. المحشي يعني عندنا نسايبي فلاحين يعملوا المحشي بقى، يحطوا عليه زبده، يحطوا عليه قشطه، متمكنين في موضوع المحشي ده. طبعا كنت ابقى قاعد وحماتي بتعمل المحشي كده وابقى قاعد مبسوط وترصه في صواني، وبعد ما يترص في صواني يتحط في الفرن. غير كده انا اصلا من وانا صغير غاوي موضوع الاكل ده، لان انا الحمد لله رب العالمين بفضل الله انا في الاكل نمره واحد، يعني في الطبيخ في الكلام ده بعمل اكل صح. المحشي الكرنب ده طبعا زي ما انتم شايفين بيتعمل صوابع صغيره كده. الاول التسبيكه بتتسبك على النار، وبتحط مع التسبيكه ورق لوري، بصله تتحمر في شويه زيت، وبعد كده ينزل عليها بالطماطم، وبعد كده تتسبك. بعد ما بتتسبك بتنزل عليه وهي الطماطم على النار بتنزل عليها بورق لوري، وطبعا بتبقى بعد كده بتحط لها البهارات، وبعد ما تتقلب مع الرز وتقلبيها مع الرز بتقومي جايه بقى ايه، تتخلط بقى مع بعضها، ويتعمل بقى صوابع صغيره اللي هي الصوابع اللي عامله زي الباذنجان العروس كده. بعد كده بعد ما بيتحط الميه بتاعته وتتظبط ويخش يتظبط على النار وتوطي عليه. بعد كده ممكن بقى يترص في صواني ويخش الفرن ياخد وش، وبيطلع بصراحه المحشي بيطلع حاجه تانية يعني. كان عندي برضو 3 قطع فراخ، من اللي هي الفراخ اللي هي الامهات اللي هي الكبيره دي. الفراخ الامهات دي يعني نصيحه مني، لما تيجوا تشتروا اللي هي الفراخ الكبيره اللي هي الامهات دي ما تجيبوش فراخ، جيبوا اللي هي الديوك، بتبقى افضل. آه، برضو بتتسلق، وبعد ما بتتسلق الفراخ ديت بتقوم جايه محطوطه على صينيه، واخده البهارات بتاعتها، حبه بابريكا، شويه كزبره، شويه بهارات، اللي هي التوم، شويه بهارات بصل، بابريكا، كمون، كزبره، شعرات كده عليها، وتقوم جايه واخده شعره زيت وتخش الفرن عشان خاطر ايه تاخد وش. تخش الفرن بتاخد وش. طبعا بالنسبه للبابريكا بتخلي الفراخ بتخلي لونها محمر كده وبتخليها تبقى جميله. طبعا صينيه البطاطس سهله، بتبقى ممكن بصل شرايح، بطاطس اللي هي كمون مع كلام من ده، وتقوم جايه حطاها وتقوم مدخلاها في الفرن مع شويه كمون مع شويه كلام من ده، شويه فلفل اسمر، وتخش الفرن. هي بتطلع وبتاخد وش وبتطلع زي الفل. بالنسبه للفراخ نجرب اللي هي الفراخ ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ الامهات دي يا جماعه لذيذه جدا، احلى من الفراخ البيضه 100 مره. الفراخ البيضه بتبقى واخده هرمونات واخده ابر واخده كلام من ده. دي طبعا بتكبر شويه، بتاخد سوا بس مش مهم، بس بتبقى احلى حتى في الطعم، تلاقي طعم لذيذ. طبعا الفراخ ما تحلاش الا لما تتاكل مع المحشي. برضو افضل حاجه لو عايز تعمل خضار تتعامل مع تتعامل مع البتاع ده، تتعامل مع المحشي اللي هو الخضار اللي هو البطاطس، بيبقى لذيذ. انا عايز نص حله محشي من محشي الكرنب ده. في الاول ما كنتش باكله لحد ما انا جيت اتجوزت، فاهمني بقى ايه، فلاحين قالوا لي دوق المحشي بتاعنا، لو ما عجبكش ما تاكلش. حماتي كانت ست طيبه الله يرحمها، قعدت جنبها وهي بتعمل المحشي من وهي لسه بتعمله قبل ما تسويه، انا جوعت.
كلت طبق، جابت لي طبق تاني، قالت لي لسه بقى المحشي التاني لما تدوقه اتفرج بقى على ايه. شوف نفسك هتعمل ايه. قلت لها محشي ايه ده يا حاجه اللي انت بتتكلمي عليه؟ قالت لي المحشي اللي هو الكوسه والبدنجان العروس والطماطم. هي الطماطم بتتحشى يا حاجه؟ قالت لي اه الطماطم بتتحشى والبطاطس بتتحشى والفلفل الطويل ده لو كبير شويه احنا بنحشيه. المهم جبت في يوم تاني عندهم عملته، لقيت فعلا كلامها صح، محشي خطير. اهم حاجه في الموضوع ان المحشي ده يطلع كويس. بعد ما المحشي ما بيستوى بيترص كده، دي طريقه معينه كده يترص كده جنب بعضه كده، طبقات كده جنب بعضه وتوطي عليه. واللي بيحلي المحشي التسبيكه، لو في تسبيكه للمحشي كويسه. في ناس بقى بتعمل المحشي ني في ني كده، الطماطم يقطعوا الطماطم كده والبصله كده وكلام من ده. صراحه يعني ده شغل عك، ما يبقاش حلو بصراحه. لكن التسبيكه بتاعت الطماطم دي بتدي طعم في المحشي. عايز حله محشي عشان تاكلها من الحلاوه بتاعته. ان شاء الله باذن الله نعمل حلقه كامله عن المحشي اللي هو بطاطس وطماطم وخضار وكلام من ده. دي كانت حلقتنا النهارده مع المحشي، حلقه جميله. والسلام عليكم ورحمه الله، ونتقابلوا في الحلقه القادمه ان شاء الله.